السلطات المغربية تقوم بطرد الصحافة الإسبانية. هذا ما جاء يعني في مجموعة من الجرائد المغربية، وحتى الصحافة الإسبانية اللي تكلمات على أن الرباط، يعني العاصمة ديال المغرب، تطرد صحفيين ديال إيفي و تي في او من كاستياخو. قال لك كانوا الصحفيين كيغطيو واحد الهجوم شنته شرطة مكافحة الشغب المغربية لتفريق مهاجرين يحاولون الوصول إلى حدود سبتة. وتقول الحكومة الإسبانية إنها تبحث عن حل. أه الأمر ما فيه أن السلطات الإسبانية كتوقفات مجموعة من الصحفيين ديال دوزيم تقريبا شي أسبوع هذا ولا أكثر، بدون سبب يعني اللي هو واضح. لربما كان هناك تدخل بوليسي أو عسكري أو كذا في المنطقة، وما بغاوش السلطات المغربية أو الصحافة المغربية أنها تنقلو. كذلك المعاملة بالمثل في الاتجاه المغربي أثناء التفرقة ديال المهاجرين، كيكون تما شوية العنف وشوية كذا. فلربما حتى يعني السلطات المغربية رأت أنها خصها ما يتصوروش البوليس ديالها في ديك الحالة ولا شي حاجة بحال هكا. السلطات المغربية تطرد الإعلام الإسباني من الفنيدق. حسب جريدة الزنقة 20، أقدمت السلطات المغربية على إبعاد طاقمين إعلاميين إسبانيين من مدينة الفنيدق، آه، يضمان فريقا تلفزيونيا تابعا لقناة إسبانيا وطاقما لوكالة الأنباء الإسبانية، وذلك في خطوة تأتي ردا على ما تعرض له صحفيون مغاربة من مضايقات ومعاملة غير لائقة من طرف السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر مهني بين الجانبين بعدما واجهت أطقم صحفية مغاربية من بينها فريق تابع للقناة المغربية الثانية عراقيل أثناء مزاولتها مهامها الصحفية في سبتة، حيث جرى اعتراض عدد من الطواقم المغربية ومنعها من ممارسة عملها بشكل طبيعي، من ضمنها منابر إلكترونية مغربية. وتفهم الخطوة المغربية وفق هذه المعطيات باعتبارها إجراء مماثلا، يعني ردا على طريقة تعامل السلطات الإسبانية مع الصحفيين المغاربة، خصوصا في ظل التغطية الإعلامية المرتبطة بالتطورات التي تشهدها المنطقة الحدودية بين الفنيدق وسبتة. ويعيد هذا التطور إلى الواجهة مسألة ظروف عمل الصحفيين المغاربة في سبتة ومدى احترام حقهم في ممارسة مهامهم المهنية، مقابل دعوات إلى التعامل بالمثل وضمان المعاملة المهنية والمتوازنة للأطقم الإعلامية من الجانبين. صحيفة تيلكيل هي اللي بدات يعني تكلمت على أن طاقم ديال التلفزيون الإسباني تي في او ووكالة الأنباء الإسبانية إيفي اللي طلبت منهم السلطات المغربية مغادرة مدينة الفنيدق، حيث كان يتابعان ميدانيا تطورات المرتبطة بمحاولات الهجرة نحو سبتة، وذلك وفق سياق اتسم بمنطق المعاملة بالمثل في التعامل مع التغطية الإعلامية تطورات على جانبي الحدود. وفقا لما توصلت به تلك العربي، يأتي هذا الإجراء المغربي عقب إقدام السلطات الإسبانية على طرد فريق القناة الثانية المغربية من مدينة سبتة ومنعه من مواصلة عمله الصحفي، فضلا عن حجز معدات التصوير التي كانت بحوزته. بالنسبة للجانب المغربي لم يقم بحجز معدات التصوير التي كانت بحوزة تي في او ولا الايفي، ولكن يعني جاهم واحد الاشعار يعني شفوي، قالوا لهم خصكم تخويو بدل ما اننا نقوم بازاله يعني المسائل ديالكم ولا نقلبوكم كذا. قال لهم زعما خويو سبته وصافي، خويو عفوا الفنيدق وصافي. يعني بحال قلتي مبدا المعامله بالمثل، ولكن ماشي ذاك المثل لان السلطات الاسبانيه قامت بحجز السياره ديال دوزيم، المعدات ديال دوزيم، يعني وقامت بحال قلنا فايات الصحفيين ديال دوزيم، بينما المغرب تعامل بواحد شويه ديال اللباقه، قال لهم زعما خويو وصافي. هذا ما كان يعني غالبا غيكون غير الانزعاج من التغطيه ديال الاحداث في ذيك الوقت المتوتره. يعني راكم عارفين ان كيكون بعض المرات تدخلات بعنف وكذا، كاين شي صور اللي كتقدر انها دير البوز، او لا شي لقطات اللي كتقدر انها تنوض، يعني كما كنقولوا كتنوض الزقه، يعني كتحرك يعني ملفات حقوقيه وكذا. لذلك ربما انهم ما بغاوش يعني يمشيو معهم في الاتجاه، قال لهم يعني حبس التصوير وسير فحال. هنا في سبريس، المغرب يفرض المعاملة بالمثل وطرد صحفيين إسبان يكشف ازدواجية مدريد. أنا قال لك داخل السجال الإعلامي بين المغرب وإسبانيا مرحلة جديدة بعد قرارات السلطات المغربية السبت إبعاد صحفيين تابعين لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي والتلفزيون العمومي تي في او
من مدينة الفنيدق، وهي الخطوة التي سارعت وسائل الإعلام الإسبانية إلى تقديمها باعتبارها تضييقا على حرية الصحافة، غير أن مصدر الإسبريس وضع الواقعة في سياق مختلف، مؤكدا أنها جاءت في إطار معاملة بالمثل بعد منع طاقم صحفي مغربي تابع قناة تانية دوزيام من دخول مدينة سبتة المغربية المحتلة لتغطية الأحداث الجارية وممارسة مهامهم المهنية، وتكشيف المقارنة بين الواقعتين عن خلل واضح في جانب من التغطية الإسبانية، إذ جرى تضخيم قرار إبعاد الصحفي الإسبان من الفنيدق وتقديمه باعتباره اعتداء على حرية العمل الصحفي، في حين لم يحظى منع الطاقم المغربي من دخول سبتة بالمساحة نفسها ولا بدرجة الاستنكار ذاته، رغم أن المبدأ المهني يفترض الدفاع بالقدر النفسي عن حق الصحفيين المغاربة والإسبان في ممارسة عملهم دون انتقائية. وبحسب ما نقلته الصحافة الإسبانية، فإن صحفيي إي تي في و تي في أو كانوا يوجدون في الفندق لتغطية التطورات المرتبطة بمحاولة الهجرة غير النظامية نحو سبتة، قبل أن تطلب منهم السلطات المغربية مغادرة المدينة، فيما تحدثت مؤسساتهم عن قرار لم ترافقه تفسيرات رسمية تفصيلية، غير أن الرواية المغربية وفق مصادر مصدر إسبريس تربط هذه الإجراءات مباشرة بمنع فريق دوزيم من الوصول إلى سبتة، وهو ما يجعل القضية متصلة بمبدأ المعاملة بالمثل وليس بإجراء أحادي أو الاستهداف ديال وسائل الإعلام الخارجية الإسبانية كذا إلى آخره. بالنسبة لي كومونتير كما كتشوفوا هنايا الناس، أول كومونتير ديال واحد الشخص مسمي راسو مراقب: المرجو من السلطات في المغرب ألا تتهاون وأن لا تنظر كثيرا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحبذا أن يكون رد الفعل في بعض الأحيان أقوى من الفعل نفسه. إذا أرادت إسبانيا توترا في العلاقات فليكن ذلك. كومنتير رقم 2 مغربي في كندا كيقول: يجب فرض التأشيرة على المواطنين الإسبان. كومنتير رقم 3 سامي: شكرا للمغرب على هذه المعاملة، شكرا فعلا يستحقون، لأن إعلامهم مكرغل أكثر من الكراغلة. كومنتير رقم 4: المعاملة بالمثل ليس فقط مع إسبانيا، بل يجب استبدال عقلية الخضوع والخوف، بل مع جميع الدول كيفما كانت قوتها، خصوصا التي تعارض مصالح المغاربة، يجب التعامل معها بالمثل. وهنا أقصد بداية من التأشيرة والاعتراف بالصحراء وليس بالحكم الذاتي فقط. وكنت أتمنى من المسؤولين التنديد بفصل المغرب عن صحرائه الذي بتته إحدى قنوات الاحتلال منذ 10 أيام. على المغرب أن يتجه للصناعة العسكرية، هذا هو الحل مع هؤلاء الجيران. سبتة ملي أراضي مغربية يجب استرجاعها من الاحتلال الإسباني. المغاربة تاريخيا أذكى وأقوى من الإسبان، لا تغرنكم قرن أو قرنين من الزمان وما نتج عنه من تحالفات مع البرتغال وفرنسا وغيرها للوصول إلى ما وصلوا إليه الآن. أجدادنا كانوا متفوقون على الإسبان لقرون في جميع المجالات. رشيدة قالت: هذا ما نريده من المغرب في هذه الظروف، العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. نحن نعيش حربا من نوع آخر، حرب المؤامرات والتشهير بالمملكة، فلا تسامح ولا تهاون في حفظ كرامة المغاربة، وأي دولة لا تحترمنا فلن نحترمها. في نطاق العلاقات الدولية يجب دائما المعاملة بالمثل. ما يحز في نفسه هو لماذا دولتنا لا تفرض الفيزا على بعض الدول التي تفرضها علينا، وأولهم الجزائر، ولا انبطاح لأي دولة مهما كانت تعد من الدول الغنية. يجب إعادة النظر كذلك في اتفاقية حراسة الحدود ديال الدول الأوروبية، لأن ذلك يكلف وسائل اللوجستية لا تكفي في المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب، بل يجب اشتراط تمويل ترحيل المهاجرين غير شرعيين الذين أينما وليت وجهك ببلداننا تجدهم يجولون بلا حسيب ولا رقيب. المغرب غير ملزم بمنع المهاجرين الأجانب من العبور وقبول استوطانهم ببلد المغرب، غير مسؤول عن الفقراء ديال القارة. لا يجب تفسير القرار أبعاد الصحفيين بالمعاملة بالمثل، لأننا غنبانو فقط دولة طيبوهارية تسير على أهواء مسؤوليها. يجب إظهار أن الصحفيين الإسبان لم يسلكوا الإجراءات القانونية الجاري بها العمل داخل البلاد، لأننا دولة مؤسسات ولا يجب خرق القانون فيها. سير حيد كون كان حسبان ديال الرجاء كل قلعة خريجة ولا شي بلان مارشاك. المهم العنوان كافي، وقرار السلطات المغربية في محله، خليهم ينضحوا إلى آخره. مجموعة من الكومنتيرات. اكتبوا لي في التعليقات شنو بان لكم على هذا الخبر. تحياتي وإلى خبر قادم.